السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة الخبر مع المذيع. معاكم أخوكم أحمد. بتمنى إن شاء الله إن الفيديو بتاع النهاردة يعجب حضراتكم، فيا ريت تتابعونا للنهاية وما ننساش كلنا إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاعنا النهاردة فيه 3 أخبار في غاية الأهمية. الخبر الأول هو مفرح بالنسبة للجماهير الجزائرية ومنتخب الجزائر، لأن الخبر ده جايبه من على الصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اللي بتبعث برسالة أمل وطمأنينة لمنتخب الجزائر ومدربه الجديد وكمان الجماهير الجزائرية. هنتعرف على الخبر ونجراه لحضراتكم وكمان هنعقب عليه. أما الخبر الثاني فهو خاص بالاتحاد المغربي لكرة القدم، اللي بيعيش حالة من التخبط بعد النتائج السيئة للمدير الفني وليد الركراكي في آخر مبارياته، سواء في بطولة كوت ديفوار أو في الماتشات الودية اللي لعبها في الفترة الأخيرة. وانتشرت أخبار كتيرة على مواقع السوشيال ميديا بتؤكد أن الاتحاد المغربي لكرة القدم بيفكر في إقالة وليد الركراكي من منصبه كمدير فني لمنتخب المغرب في الفترة القادمة. هل بقى الخبر ده صحيح ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. اما الخبر الثالث اللي معانا واللي هنبدا به الفيديو بتاعنا فهو خاص بمنتخب مصر ومدربه الجديد الكابتن حسام حسن، اللي بتصريحاته الاخيره عقب انتهاء مباراه كرواتيا بيصنع وبيخلق مشكله جديده بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر في الفتره الاخيره. فيلا بينا كده مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا في ايه عشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمه اكتر من كده. ولكن يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو ده وانشروه على كل الصفحات عشان يوصل لكل الناس. واللي مش مشترك معانا في القناه شرف كبير ان هو يكون متواجد معانا. ويلا بينا نبدا كده ونشوف الفيديو بتاعنا في ايه. هنبدا الاول بكابتن منتخب مصر محمد صلاح. محمد صلاح لاعب مهم جدا في منتخب مصر، ولكن قلتها مرارا وتكرارا ان منتخب مصر، منتخب الجزائر، منتخب المغرب، منتخب تونس، اي فريق كرة قدم في العالم استحالة يوقف على لاعب. الفريق يا جماعة ما بيوقفش على لاعب، لان اسمها كرة قدم معتمد على 11 لاعب في الملعب وفي كمان لعيبة احتياط. فما فيش حاجة اسمها ان فريق يوقف على لاعب. الفريق اللي بيوقف على لاعب يبقى من الاخر المنظومة بتاعته فاشلة. وان شاء الله منتخب مصر استحالة باي حال من الاحوال يوقف على لاعب او يوقف على مدير فني. الازمه افتعلها محمد صلاح من بطوله كوت ديفوار لما ادعى الاصابه، او بلاش نقوله ان هو ادعى الاصابه، خلينا نقوله ان محمد صلاح فعلا تعرض لاصابه في بطوله كوت ديفوار، وقرر ان هو يروح يتعالج في انجلترا في فريقه ليفربول. ما عندناش اي مشكله، ولكن قرار محمد صلاح ما بيصبش في مصلحه منتخب مصر. كان الواجب عليه ان هو يفضل ويدعم لعيبه مصر حتى من المدرجات، ولكن محمد صلاح غادر ومعاه غادر منتخب مصر من البطولة. وفضلنا مستنيين نشوف محمد صلاح يلعب مع فريق ليفربول عشان نقول ان محمد صلاح كان بيدعي الإصابة. ولكن بصراحة محمد صلاح لم يشارك في اي مباراة لفريق ليفربول حتى بعد انتهاء بطولة كوت ديفوار. وبعدين جت الماتشات الودية اللي هي اتلعبت بين منتخب مصر وكرواتيا، البطولة اللي اتعملت في مصر. وبعت الكابتن حسام حسن لفريق ليفربول الانجليزي ان هو عايز يضم محمد صلاح لقائمه منتخب مصر، ولكن فريق ليفربول قالوا له ان محمد صلاح مصاب وانه مش هينفع يلعب مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه. حسام حسن قال لهم ما عنديش اي مشكله، ابعتوه للقاهره لطبيب المنتخب يكشف عليه ويشوفوا هل فعلا محمد صلاح مصاب ولا لا. واظن ده ابسط حقوق حسام حسن، ولكن فريق ليفربول كالعاده رفض ومحمد صلاح كمان رفض. ونفاجأ ان محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي وبيلعب في كاس الاتحاد امام مانشستر يونايتد وكأن مفيش اي حاجه. يبقى مين اللي بدأ المشاكل؟ هو محمد صلاح. بدايته كانت في اصابه في كوت ديفوار وقلنا مفيش اي مشكله والتمسنا له العذر، ولكن ان مدرب منتخب مصر يطلبك ويضمك للقائمه وتقول ان انت مصاب وفجأة نلاقوك بتلعب مع فريق ليفربول امام مانشستر يونايتد الانجليزي وما تجيش تلعب مع منتخب مصر، فبكده محمد صلاح هو اللي فتح باب المشاكل. وبصراحة رد حسام حسن على السؤال اللي انسأل له في المؤتمر الصحفي كان رد منطقي وعقلاني، وحسام حسن بيحرج محمد صلاح بالذوق. السؤال كان كالتالي: ما رأيك يا كابتن حسام في نتيجة منتخب مصر أمام منتخب كرواتيا؟ وهل العناصر اللي غابت عن منتخب مصر أثرت بالسلب على أداء المنتخب؟ كابتن حسام حسن رد وقال: أكيد طبعا، النتيجة أنا غير راضي عنها تماما، وإن ده مش أداء منتخب مصر وكنا المفروض نظهر بمستوى أفضل من كده، ولكن إحنا عندنا 5 لعيبة أساسيين غايبين عن منتخب مصر، أبرزهم زيزو ومحمد الشناوي حارس المرمى.
2 لعيبه بيلعبوا بشكل اساسي في منتخب مصر، بالاضافه للاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز اللي تعرض لاصابه في الفتره الاخيره. وفي المؤتمر الصحفي حسام حسن تجاهل محمد صلاح تماما، وكأن محمد صلاح لم يكن موجود في منتخب مصر. عشان كده انا برفع القبعه للكابتن حسام حسن، حتى لو اداء منتخب مصر هيكون سيء، ولكن اوعى تتحايل على لاعب او تجيبه عشان ينضم بالعافيه لمنتخب مصر. وختم كلامه الكابتن حسام حسن وقال انه استحاله باي حال من الاحوال طول ما هو بيدرب منتخب مصر هيتحايل على اي لاعب عشان يجي ينضم لمنتخب مصر، وقرار انضمام اي لاعب لقائمه منتخب مصر هيكون حر بالكابتن حسام حسن والجهاز الفني بتاعه. شابوه للكابتن حسام حسن، وربنا يوفقه باذن الله فيما هو قادم مع منتخب مصر. نروح بقى للخبر الثاني الخاص بمنتخب الجزائر والاتحاد الجزائري لكرة القدم ومدربهم الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني اللي اثبت وجوده مع منتخب الجزائر من اول ماتشين لعبهم. بصراحة رجع نوع من الروح والالتزام، ورجع حاجة مهمة وهي العامل البدني اللي بدأنا نشوفه في منتخب الجزائر، وكمان رجع حاجة مهمة هي العامل التهديفي. عشان كده المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر له بصمة جديدة مع منتخب الجزائر، ولكن هو بيبني على اللي كان بنيه الكابتن جمال بالماضي، عشان ما حدش يجي يعدل عليا في الفيديو ويقول ان انت نسيت الكابتن جمال بالماضي. انا ما نسيتش الكابتن جمال بالماضي ولا حاجة، حتى المدير الفني نفسه اول ما جه قال ان انا هحاول ابني على اللي كان بيشتغل بيه الكابتن جمال بالماضي، وباذن الله هحاول اعدل من الاخطاء عشان نطلع بالشكل اللي يناسب منتخب الجزائر. طيب يا عم احمد، ايه الخبر الحلو اللي انت جايبه لنا النهارده عن منتخب الجزائر ولاعيبه منتخب الجزائر من على صفحه الفيفا الرسميه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، الاتحاد الدولي لكره القدم جاب صوره المدير الفني الخاص بمنتخب الجزائر الشقيق، وبيؤكد ان منتخب الجزائر قادر على الصعود للمونديال القادم مع مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. وديت يعني تقدر تقول عنها ان هي حاجة من التفاؤل بيؤكدها وبيعيدها علينا الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنتخب الجزائر والجماهير الجزائرية. ولكن مع احترام الشديد لمنتخب الجزائر، مع احترام الشديد للمدير الفني الجديد، مع احترام الشديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، انا عن نفسي مش هطمن ولا هيهدالي بال ولا هفرح واطلع احتفل مع حضراتكم الا وتذكرة عبور منتخب الجزائر للمونديال اتمضت وبشكل رسمي، لان مش هنقع في نفس الغلط اللي وجعنا فيه في الفترة اللي فاتت. فاكرين حضراتكم ماتشات الكاميرون والتصفيات؟ منتخب الجزائر راح غلب الكاميرون هناك في الكاميرون، وكان خلاص كلنا بنقول ان منتخب الجزائر اول المتأهلين لمونديال قطر، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واتعملت مؤامرة شديدة على منتخب الجزائر. انا بقول مؤامرة وفعل فاعل، وما زلت مصمم على هذه التصريحات، لان فعلا منتخب الجزائر خرج من التصفيات بفعل فاعل وبمؤامرة حقيرة عملها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاتفاق بقى مع اللي ما يسمم، واكيد حضراتكم عارفينهم كله. فعشان كده مع احترامي الشديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، والخبر اللي هو رفعه هو خبر حلو وبيبعث بالثقة، ولكن اتمنى ان لعيبه الجزائر ما يركبهاش الغرور وتقول ان احنا خلاص وصلنا للمونديال. لا، لسه بدري والمشوار طويل، ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه. لازم تركزوا، لان النهارده الجماهير الجزائريه حاطه عليكم امال كبيره جدا جدا، وربنا يوفقكم باذن الله. نختم بقى الفيديو بتاعنا بالخبر اللي موجود على معظم الصفحات سواء مغربيه او عربيه، اللي بتؤكد ان في تخبط كبير بين رئيس الجامعه المغربيه فوزي لكجع ووليد الركراكي بعد النتائج المخيبه للامال لمنتخب المغرب في الفتره الاخيره، وبيؤكدوا ان فوزي لكجع بيدرس اقاله المدير الفني وليد الركراكي. ديت بعض الصحف بتؤكد الخبر ده، وفي صحف تانية زي صحيفة المنتخب طلعت ونفت الخبر واكدت ان فوزي لكجع هيعقد عقد سريع او هيعمل اجتماع سريع مع السيد وليد الركراكي عشان يبداوا ان هم يحطوا النقاط على الحروف، وخاصة بعد النتائج الباهتة اللي عملها منتخب المغرب في الفترة الأخيرة. حتى لما ضم لعيبة جدد لقائمة المنتخب الأداء ما تحسنش، بل بالعكس الأداء بيتراجع وبشكل ملحوظ. فعشان كده فوزي لكجع قرر ان هو يعمل اجتماع طارئ مع وليد الركراكي عشان يدرسوا المستقبل بتاع منتخب المغرب ويعالجوا بعض الاخطاء. ولكن صحيفة المنتخب ما جابش سيرة الإقالة. اللي اتكلم عن الإقالة هي بعض الصحف العربية وأيضا بعض الصحف المغربية المعادية أو المنتقدة لأداء المدير الفني وليد الركراكي في الفترة الأخيرة، وبصراحة ذكرت بعض الأخطاء
اللي بيقع فيها المدير الفني وليد الركراكي انه اصبح مدير فني مكشوف لكل المنتخبات الافريقيه، وانه ما عندهوش جديد في كره القدم. عشان كده هم بيطالبوا الاتحاد المغربي لكره القدم بتجديد الدماء في القاعده الفنيه الخاصه بمنتخب المغرب. على العموم في الفتره القليله او في الساعات القليله القادمه هنطلع باخبار رسميه عن الموضوع ده، اما ان وليد الركراكي هيكمل مع منتخب المغرب او بالفعل هيتم اقالته واستبداله بمدير فني جديد يقود منتخب المغرب في الفتره القادمه. دي كانت كل الاخبار اللي معانا، بتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.